وفي سياق أمني منفصل، نشر موقع جلوبال فاير باور العالمي المتخصص في شؤون القدرات العسكرية للدول تصنيفه الجديد لعام 2015 لأكثر من 126 دولة من بينها الجزائر. الزميل أسامة دحمون يستعرض لنا بالأرقام هذا التصنيف الجديد. أهلا بك أسامة. أهلا بك إكرام، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عرض اليوم الذي نخصصه للحديث عن التصنيف الجديد لعام 2015 لجيوش العالم، والذي نشره الموقع العالمي جلوبال فاير باور المتخصص في شؤون القدرات العسكرية. الموقع اعتمد في هذا التصنيف الذي نعرضه عليكم مشاهدينا الكرام على القوات العسكرية العاملة والتي تستطيع المشاركة في الحروب باعتبارها من الركائز الأساسية التي تشكل القدرات العسكرية في أي بلد، إلى جانب المعدات العسكرية والآليات والأسلحة الحديثة، إضافة إلى تعداد السكان ومساحة الدولة وحدودها والعتاد العسكري والقوات الجوية والبرية والبحرية بأنواعها والإنفاق العسكري والاحتياطي النفطي وعدد القوات بالخدمة وبالاحتياط وعدد الذين يدخلون في سن التجنيد سنويا. وجاءت الجزائر في المركز الأول عربيا وإفريقيا والتاسع عالميا، حيث يمتلك الجيش الجزائري حسب تقديرات الموقع حوالي 512 ألف جندي. وبناء على الترتيب العالمي احتلت الصين المركز الأول من عدد القوات العسكرية العاملة، إذ بلغت 2,333,000 جندي، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بتعداد 1,400,000 جندي. وجاءت الهند في المركز الثالث بقوات عسكرية عاملة بلغت 1,325,000، ثم تأتي روسيا من بعدها والتي يبلغ عدد جيشها 766,000 جندي، واحتلت باكستان المركز السابع ب617,000 جندي، ثم إيران في المرتبة الثامنة ب545,000 جندي. هي إحصائيات منطقية ومتوقعة على اعتبار أن هذه البلدان الأكثر كثافة في العالم. أما المركز التاسع فكان للجيش الوطني الشعبي الجزائري، لتأتي بعدها الجارة مصر في المركز 11 عالميا، حيث بلغ عدد عناصر جيشها 468,500 عسكري، وتركيا في المركز 14 بعدد من الجنود قدره 410,500 جندي. واحتل العراق المرتبة 21 بعدد من الجنود قدره 271,500 جندي. لتأتي بعد ذلك المملكة العربية السعودية أو السعودية في المركز 24، حيث بلغ عدد عناصر جيشها 233,500 جندي. أما سوريا فجاءت في المرتبة 32 نظرا لأن عدد جيشها بلغ 178,000 عنصر. وقد جاءت لبنان في المركز 40 بعدد جيش بلغ 131,000، فيما احتل الأردن المركز 47 بجيش قوامه 110,700 جندي، لتحتل بعده الإمارات في المركز 64 عالميا ب65,000 جندي. كان هذا ما لدي لنهار اليوم، أترككم مع إكرام وبقية أخبار النشرة.